أنا من قبيليك نسمع في الأستاذ، وهو خطاب معناها اعتيادي عند الأستاذ. هذا الخطاب اللي أنا استنست فيه هو في الحقيقة خطاب اون فادير أرطب، خطاب أرطب أي. لكن شنو اللي قلقني فيه؟ اللي الخطاب هذا يحتوي مغالطات. مثلا كيما المقارنه معناها الاسيميلاسيون نتاع الغريف العصيان والعنف. الغريف جينيرال هي نتيجه للعنف. المغالطه الاولانيه نتاع لو جي تي تي، احنا الايامات هذوما الكل قاعدين نسمعوا في الناطقين باسم حركه النهضه على لي بلاتو تيلي وسيتك زاده نتاع الاتحاد نتاعنا ونتاعكم نتاع الناس الكل. لي فوندامونتو الادبيات الاساسيه ماهيش كيف هي هذه نقابه عماليه باش تكون طبعا باش تكون يساريه ماهيش باش تكون يمينيه. والحركات الاسلاميه هي حركات معناها كيما حركتكم بروجرامها البرنامجها الاقتصادي برنامج ليبرالي، معناها ما كومش انتم في اليسار في الاقتصاد. وحاجه عاديه جدا، توت لي سونترال سانديكال في العالم راهم سون دو غوش. ما تراش اللي الحركات الاسلاميه تعتبر تقول لي جي تي تي نتاعنا ونتاعكم، بل بالعكس تعتبر لو جي تي تي معناها عدو، لكن لازم نتعاملوا معاه ولازم كيفاش نروضوه نتاع نخترقوه نتاع هوا ندخلوا اترافيغ حبيب عاشور وقتها وعلي رمضان. معناها حاجات هذه الناس اللي كانت تتبع في النقابه تعرفهم. دونك اليوم مغالطه كبيره ياسر باش احنا نبروا الحكايه نتاع الناس اللي مشاو قدام في البطحه باش يهزوا تطهير الواحد نتاعي ما يسالش حقهم. معناها حاجه كيما هذه عاركه في ناجم محمد علي، معناها يحبوا المساله هي نقزموها. وعلى حكايه فورس دو بريسيون زاد باش نرجعوا الشبح نتاع تخويف الناس نتاع تسييس العمل النقابي. العمل النقابي راهو ديما كان متسيس. العمل النقابي حشيت بيدو كان يعمل في السياسه راهو شبيه حركه النهضه ما قلقهاش كيف في قصبه واحد وفي قصبه اثنين. لو جي تي تي كانت معاها وقتها مش تسييس العمل النقابي، توا ولا خايب تاسيس العمل النقابي وقت اللي احنا يعجبنا والعمل النقابي متسيس في العالم الكل. لكن المغالطات هي اللي تقلقني، وانا هاني قلتها لك شنو هي المغالطات هذه يا سي عبد الفتاح. وشكرا. سي عبد الفتاح شكرا بارك الله فيك. كان ممكن تجاوب على كل حال انا المسعى نتاعي باش نوفق ما نجحش معك انت، لانك انت متخذه موقف سابق ولكن الحق في ذلك. ماهوش موقف، ولانك انت جي ارغيومونتي انا سي عبد الفتاح. انا ما رضيتش وسكت، انا سكت. تفضل كمل نسمعك. لا قلت لك جي ارغيومونتي، انت قلت موقف مسبق. على كل حال كي تسمع اذا كان تاذن لي باش نتكلم لازم نقول لك ان بالنسبه للمغالطه الاولى مش غريب من شخص وقف فهمه وادراكه في عام 60. سيادتك انت قاعده تحلل في العالم الان على حسب المقولات اللي كانت قائمه عام 60 واللي كانت تقدم العالم وتقسم فيه على كونه فما يسار ويمين. وهذا احنا جاوزناه، راح مع سقوط حائط برلين وسقوط الاتحاد السوفيتي وتغيير الأحزاب السياسية الشيوعية أسمائها. ما عادش الآن فما يسار ويمين، تكفير، فما ناس تقدميين وفما ناس رجعيين. واليوم الحركة اللي تحدث عليها لله واللي تحب تقيسها بمقياس عام 70، هذه الحركة تطورت، والحركة هذه أصبحت حركة سياسية تتكلم عليها وقت اللي كانت حركة دعوية لا تفقه السياسة ولم تدخل في السياسة. من عام 78 الحركة هذه طورت ذاتها، ومن الحركة السياسية هذه الحركة هذه اللي تخلت عن تسميتها القديمة باتجاه إسلامي وأصبحت حركة النهضة، أصبح عندها مشروع نهضوي ومشروع اقتصادي ومشروع اجتماعي ومشروع حكم، وعندها رغبة باش تساهم في تنمية البلاد من منطلق الوقوف إلى جانب المحروم وجانب المظلوم وجانب العامل. واليوم الاتحاد هو متاع التوانسة الكل، مش متاع اليسار. اليسار اللي ربما يكون فشل سياسيا ما يلزموش يلوج جحور يختبئ فيها ومن خلالها ينقض على نضالات الأمة ليفتكها. أنا أقول لك اليوم القضية مش قضية يسار ويمين، هي قضية ناس يجابهوا في الواقع وتابع تعبين فيه ويقتحوا من أجله. والإسلاميين يحبوا يكونوا هذا الطرف، وناس أخرين يحبوا يفتكوا نضالات شعبهم. أنا ما نتهم حد. شكونهم الناس الآخرين؟ من فضلك عايشة. اللي شكونهم الناس الآخرين باش نجم نفهمك، سينو ما نجمش نفهمك باش نجم نتبع. لا تبعني كيفاش باش نتبع كي تقول لي باش شكونهم الناس الأخرى؟ أنت ماكش قادرة باش تتبعني. إيه قول لي ما يصيرش. علاش مش قادرة باش تتبعني؟ لأن أنت جاية لهنا بفكرة مسبقة. أنت جاية بالتمبري نتاعك
انا ماني جاي بالتمري متاعي، انا جاي مواطن تونسي الناضل من اجل تونس، ما عندي مشكله لا مع اليسار ولا مع اليمين، وماني منسحب بالحتى شق دون شق اخر. اللي مستعد يخدم تونس انا معاه، اما اللي مستعد باش يخدم الايديولوجيا نتاعو نقول له برمشي حيث طردت لتخدم الايديولوجيا نتاعك، سواء الاسلامي الذي يختبئ وراء فهم رجعي للاسلام، او هذا السيد اللي تحدث عليه تقول لي يساري وهو يناضل وهو يعيش بفكر عام 60. لأن العالم تغير اليوم، ولذلك قضية الاتحاد ما هيش قضية حرب ضد طرف ثاني، هي تنمية للبلاد عن طريق العمال. اليوم ما عندناش معركة ما بين صاحب راس مال وخدام، واللي يحب يشعل النار في التوانسة ما عليه كان يقول خدامة ضد رؤوس أموال. ما عندناش هذا اليوم. احنا اليوم نحب نجندوا طاقات الشعب الكل بفئاته الكل باش يخدم تونس، والعامل يخدم تونس من موقعه كعامل وقت اللي يدرك مصلحة البلاد، والمنظمة الشغيلة مطالبة باش تساعدوا على ذلك، ومنظمة العمال منظمة رؤوس الأموال وأصحاب الأعمال مطالبة مش باش تدخل في خصومة مع العملة، وإنما باش تجند رؤوس الأعمال لخدمة خدمة تونس وخدمة وطنهم. ولذلك الطرح اللي تقدم فيه هو الطرح اللي يشرق العالم، هو الطرح اللي انطلق عام 17 ولم ينجز، هو الطرح اللي تخلى عنه الشق الذي كان يتبناه وذمه. وليس دوري أن أذمه، وإنما دوري أن أقول بأن معركتنا اليوم هي معركة تنمية، وأن التأطير اللي يتم من خلال الاتحادات المختلفة ليس موجها بعضها ضد بعض، وإنما هو موجه ضد الفكر المتخلف اللي قاعد يعطل فينا على الإنجاز. اليوم أنا نطالب بالمنظمة الشغيلة ومنظمة رجال الأعمال باش تمد اليد لليد باش تنجز المشروع الاقتصادي المنشود اللي من شأنه يحفظ حق العامل وكرامة العامل، لكن يحفظ لصاحب المال حقه في استعمال ماله واستثماره. واحنا ماناش كابيتاليست كما سيادتك انت قاعده تقول، والبلاد ما استقرتش. نحكي على البروغرام الكتورال يا استاذه، ما عندناش بروجرام. البروجرام اللي عندنا هو بروجرام الناس الكل. الناس الكل وقت اللي هبطت وعدت واشطت في الوعد وهو خطأ، ولست مع هؤلاء، وهؤلاء كذبون جميعا. اللي وعدوا الشعب وما انجزولوش كذابين، اللي وعدوا بالخبزة ب100 مليم، واللي وعدوا باش يبني 1000 دار، واللي وعدوا باش يخدم 100,000، الكلهم كذابين في الوقت ذاك. اليوم نقول لك الوعد هو حسب المعطى الموجود، اللي قاعد يمارس في الواقع يلزم يدرك اشنو هي العقبات اللي قدامه. فما عقبات كبيره قدام التوانسه، وسيادتك انت اذا كان يحرقك الحليب كما يحرقني انا على تونس، انا اللي قاعد نتكلم في الكلام الهلامي، لو كان يحرقك الحليب راك هبطت صفنت على يديك، هم مصفونين بعدها. لكن انا نقدر فيك واحترم فيك هالدغدغه اللي حركتني بها، واللي اشعرتني فيها بانه فما ناس مازالوا يعيشوا في صراع موهوم ولا وانقضى وانتهى وما عادش حاجتنا به.